دلوقتي هنبتدي نشرح إن إحنا إزاي نضبط شكل الأبليكيشن بتاعنا نحط الصور بتاعتنا، التحولات وهكذا. أنا عندي جزئين، هنا بتاع الآب وجزء الكور. فأول مرة خالص باضبط الأبليكيشن لو أنا ما كنتش ضبطته قبل كده، بادخل هنا من على الآب، بيمشيني في sequence معين إن أنا لازم أمشي وأملأ الداتا المطلوبة قدامي، تمام؟ فبييجي يقول لي لو أنا عايز أنزله بيفتح عندي على طول بقى الأب ستور أو جوجل بلاي على حسب أنا أندرويد أو iOS. وطبعًا هنا بييجي يقول لك أنت ممكن تعمل branded app، الworkout tracking، الprogress بتقدر تراقبه للclient وهكذا، تمام؟ فأنا هاعمل start your gym. بييجي يقول لي دخّل لي اللوجو بتاعك، وهنا بيقول لي إيه allow users with ended subscription to use the app. دي اللي إحنا كنا قُلنا، لو أنا عملت allow فبالتالي اللي اشتراكهم خلص يقدروا يستخدموا الapplication عادي جدًا، لو أنا شِلتها لأ، مش هيقدروا يدخلوا على الapplication، هيقول له محتاج تجدد الsubscription بتاعك. تمام. الbusiness name لو أنا عايز أكتبه، slogan ده اللي بيبقى أول عنوان خالص لو في شعار معيّن أنت بتكتبه، زي مثلًا طبيعي يكسب وما إلى ذلك، براحتك يعني اللي أنتم بتحددوه. وده الdiet note English وعربي اللي بيبقى مكتوب، طبعًا الكلام ده كله بيتغيّر، هنحطوا الكلام اللي أنتم حضراتكم عايزين تحطوه، وبعدها ممكن إن أنا أعمل save أو إن أنا أعمل skip للخطوة دي، تمام. فأنا هادوس save بينقلني تاني خطوة. ممكن أحط التحوّلات بتاعتي، أنا عندي مثلًا حد تحوّل نفترض ممكن اسمه جون، تمام. فلمّا دخلت باحط الصورة بتاعته، اسمه عربي وإنجليزي، العنوان بقى نفسه، مثلًا ده خَس من 10 كيلو، مثلًا خَس 10 كيلو في شهر أيًا كان. وهنا المحتوى، قصة التحوّل بتاعته، وبعدين باعمل save. لو عايز أضيف حد جديد نفس الكلام، باعمل add new، بيطلب منّي نفس البيانات بالضبط، وبعدين باعمل save. بتروح طبعًا على الapplication، وأي client عندي أنا من لِستة العُملا بتاعتي بيقدر إن هو يدخل على الapplication ويشوف كل التحوّلات دي. وبعدين باعمل save progress. تاني حاجة بيقول لي لو عايز تحط blogs أو اللي هي الarticles، عايز أحط مقالات الناس تستفيد بيها. فلو جيت شُفت مثلًا اللي موجودة هنا، فأنا كنت حاطط مثلًا صورة عن الموضوع، وتحقيق أهداف اللياقة البدنية، ده العنوان، والكلام بقى نفسه، تمام. وباعمل save، فأي حد ممكن يشوف الكلام ده على الapplication عندي. عايز أضيف حاجة جديدة هيطلب منّي نفس الكلام، حُط صورة، وطبعًا أي حاجة إنجليزي أو عربي، على أساس الclient بتاعك لو فتح الapplication عربي أو إنجليزي يطلّع له الحاجة المترجمة، تمام. وبعدين أعمل save progress. بعدين هالاقي عندي حاجة اسمها sliders. sliders دي من اسمها هي عبارة عن slide أو مكان box بيبقى أول حاجة في الapplication، تقدر إن أنت تحط فيه الباكيجات بتاعتك، تحط فيه post مثلًا، تحط فيه الweb site بتاعك. فمثلًا لو جيت من هنا أنا كنت حاطط حاجة external link، دي معناها إيه؟ أنا حاطط صورة، دي الصورة اللي هتظهر، وعاملها الtype بتاعها إن هو external link، يعني باحط له link، والlink ده أنا حاطط له مثلًا فيه السوشيال ميديا بتاعتي، الإنستجرام بتاعي. فأول لمّا هو بيدوس على ابدأ الآن البوتون عربي أو إنجليزي start now، هيفتح معاه السوشيال ميديا بتاعتي اللي هي بتاعة مثلًا الإنستجرام، أو أحط له مثلًا link الويب سايت بتاعي وهكذا. وهنا باحط عناوين، لو أنا عايز أحط عناوين مثلًا معينة هتظهر قدامك، تابعني دلوقتي، اعمل لي follow وهكذا، تمام. عايز أكتب description براحتي. وهنا ده الزرار باتحكم فيه، طبعًا كل الكلام فيه نسخة إنجليزي ونسخة عربي علشان أقدر العميل لمّا ييجي يترجم. ممكن أخلّيها بدل ما external link أخلّيها package، أخلّيها post، أخلّيها success story، أخلّيها text بس مكتوب، كل ده باتحكم فيه. وبعدين باعمل save، وطبعًا بيتسجل معايا كل الكلام ده. مجرد بقى ما أنا دوست دلوقتي save and progress خلاص كده، وبيقول لي preparing your application، على طول أدخل بأي client زي ما إحنا اتعلمنا من الcopy credentials، باخد الuser name والpassword بتاعه وأدخل أشوف كل الكلام ده اتطبق إزاي. عايز أعدله بعد كده في أي لحظة، أي حاجة ما عجبتنيش، أدخل على الcore application data، آدي الarticles اللي هي كانت الblogs وsuccess stories sliders، أدخل أعدل أي حاجة براحتي. آدي sliders مثلًا أنا فاكر كنا عاملين 3، كله موجود أهو، أدخل أعدل أي حاجة أو أعمل واحدة جديدة، ما فيش أي مشكلة. فأول حاجة بس وأنا داخل أعمل الapplication في الأول باضبط الsettings، بادخل من هنا. الcore كده باقدر أعدل في الdata دي براحتي، وإحنا اتعلمنا برضه الجزء بتاع الcore. بس ده كده إزاي نقدر إن إحنا نعمل customized للapplication بتاعنا.